في جملة بنقولها كلنا تقريبا ويمكن من غير ما ناخد بالنا من خطورتها. لما أخلص الحاجة دي هرتاح. نقولها واحنا في الدراسة، واحنا بنشتغل، واحنا بنبني البيت، واحنا بنربي ولادنا. ودايما الراحة تبقى مؤجلة لبكرة. تخيل معايا كده إنك ماشي في طريق طويل، كل ما تقرب من محطة تكتشف إن في محطة بعدها. تفرح شوية وبعدين تجري، مش لأنك طماع، لكن لأن الإنسان بطبيعته بيحب يحسن حياته ويأمن مستقبله. المشكلة بتبدأ لما يتحول السعي من وسيلة للعيش إلى حالة دائمة من القلق. لما نبقى قاعدين مع أهلنا لكن عقولنا في حتة تانية، ولما نحقق هدف كنا بنحلم بيه سنين منلحقش نفرح بيه لأننا مشغولين بالهدف اللي بعده. ساعتها نسأل نفسنا، هو إحنا فعلا محتاجين إنجاز جديد، ولا محتاجين نتعلم نعيش اللحظة اللي إحنا فيها؟ يمكن الراحة الحقيقية مش معناها إن المشاكل تخلص، ولا إن الطموح يختفي. يمكن معناها إن القلب يعرف يهدى وسط الطريق، يعرف يشكر وهو لسه بيسعى، ويبتسم وهو لسه بيبني. عشان كده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة مش إمتى هنرتاح، لكن ليه بنأجل الراحة لبكرة، كأن النهاردة مجرد ممر مش جزء من الحياة نفسها. ونكمل كلامنا بهدوء